الحكاية بتبدأ مع مجموعة كبيرة من الناس وهم فاقدين الوعي ومرميين على الأرض، وفي وسط الفوضى دي كلها بنقابل شمولة مقاتل خطير اتعلم أسرار الكونغ فو وقرر يخلص على مدارس الفنون القتالية عشان يبقى هو أفضل محارب في الصين ومحدش يقدر يوقفه. مع إن أقوى المعلمين اتحدوا شمولة وحاولوا يخلصوا عليه، إلا إنهم كانوا ضعفاء وما قدروش يهزموه، وللأسف كلهم خسروا إلا معلم واحد بس، هو المعلم شان كونغ يعرف فن قتال سري اسمه فن قبضة الموت، وقدر انه يفاجئ شمولة بمهارته وعرفه ان القوة خلته مجنون. لكن شمولة ما سمعش كلامه وبدأ بالقتال معاه. في البداية الاتنين كانوا متعادلين وقدروا انهم يعملوا انفجار كبير بالمكان بسبب قوتهم الرهيبة، بس اول ما المعلم شان كونغ اتصاب ووقع على الارض فجأة ابنه جيانج ظهر وفضل يعيط عليه. وهنا شان كونغ استغل ان شمولة لسه بيفوق من الضربة اللي اخدها واعطى سر فن قبضة الموت لجيانج ابنه، لانه عارف ان شمولة ممكن يقتله بالمعركة. وفي النهاية شان كونغ اخرج ابنه جيانج من مكان القتال وواجه شمولة بدون خوف لحد ما المكان كله اتدمر تماما. بعد كده بتنتقل بينا الاحداث 14 سنة قدام. في مجموعة من المجرمين دخلوا مطعم وراحوا الغرفة الرئيسية. الجماعة دي اسمها الجناح الاسود، وقال انهم تابعين لشمولة المحارب الخطير وقائدهم اسمه الذئب المجنون. ده غير انهم طلبوا من معلمين مدارس الفنون القتالية يستسلموا ويعطوهم كل اموالهم، لكن المعلمين اتريقوا عليهم وفضلوا يستهزئوا بيهم. فالذئب المجنون اتعصب وامر اتباعه يخلصوا المكان كله. بالفعل عصابة الجناح الاسود هاجموا المعلمين ودمروا المطعم تماما. لكن وسط الفوضى دي كلها في شاب مجهول الهوية كان بياكل ومش همه اي حاجة، وللاسف في طفلة تاهت ما بين المقاتلين وتمثال كبير قرب يقع عليها. وهنا في بنت شابة حاولت تنقذها لكنها فشلت وقربت تموت معاها. بس فجأة الشاب اللي كان بياكل في حاله ظهر بدون سابق انذار ووقف التمثال بقبضة واحدة بس ورجعه لمكانه. الشاب ده يبقى جيانج ابن المعلم شان كونغ، وبعد ما كبر اتقن كل اسرار فن قبضة الموت واصبح قوي زي والده. بعد كده مسك عصابة الجناح الاسود وطحنهم كلهم، لكن الذئب المجنون حاول يغفله، فجيانج وجه له لكمة واحدة بس خلته يكسر الحيطان وافقده الوعي تماما. بعد ما جيانج انتصر بالمعركة، البنت اللي انقذها هي واخوها شكروه ودعوه للتمرين بمدرسة والدهم للفنون القتالية. البنت دي كان اسمها ليلي واخوها اسمه فونغ. بالوقت ده بنعرف ان شمولة غلب شان كونغ في القتال من 14 سنة، لكن جسمه اتصاب بشدة واصبح ضعيف جدا. عشان كده زانج الوزير الخاص بيه قال ان الطريقة الوحيدة لعلاجه هي انهم يوصلوا لابن شان كونغ باي طريقة ويسحبوا قوته منه. اما جيانج وصل لمدرسة المعلم هو والد ليلي وفونغ، لكنه اتفاجئ انهم اختفوا. واول ما دخل المدرسة عشان يدور عليهم ما لقاش غير شخص واحد بس بيمسح الارض. طبعا جيانج استهزأ بيه وافتكروا عامل نظافة بسيط، لكنه ما كانش يعرف ان هو المعلم هو والد ليلي وفونغ ورئيس المدرسة. في البداية جيانج اتعصب على المعلم وهاجمه بشراسة لانه كان بيتجاهله طول الوقت. طبعا المعلم هو اتصداله والاتنين نزلوا طحن في بعض. اما ليلي وفونج اتفرجوا من بعيد واستمتعوا بالقتال. وفي وسط المعركة المعلم هو اتفاجئ من قوة جيانج الرهيبة، فاستخدم فن الجرس الذهبي عشان يحمي نفسه. ومهما جيانج حاول يكسر دفاعاته باستخدام قبضة الموت ما كانش قادر، لحد ما هو غفله ورماه بره المدرسة وقفل الابواب عليه. في النهاية جيانج اتأسف له وطلب منه يعلمه اسراره، لكن بدون فايدة. اما المعلم هو قفش ليلي وفونج وعرف انهم دبروا القتال من الاول عشان يعرفوا مين الاقوى، فعاقبهم على افعالهم. في الوقت ده الذئب المجنون وعصابة الجناح الاسود قابلوا زانج وزير شمولة وبلغوه باللي حصل معاهم. فزانج عرف ان ابن شان كونغ موجود في المدينة، بس شمولة امر اتباعه يخلصوا على الذئب المجنون لانه ضعيف. وهنا ظهر جونج المقاتل العملاق عديم الرحمة ونينا مقاتلة النينجا المدمرة، وقرروا يتتبعوا جيانج لحد ما يوصلوا له مهما كان الثمن. بالليل معلمي مدارس الفنون القتالية اتحدوا وجمعوا اقوى تلاميذهم لان شمولة واتباعه ممكن يغفلوهم باي لحظة. لكن فجأة الانوار انطفت، واول ما خرجوا لساحة البيت كل تلاميذهم كانوا ميتين. وهنا زانج ظهر مع مساعدته نينا وسأل واحد من المعلمين عن مكان جيانج، فالمعلم قال انه ما يعرفش. عشان كده زانج اختفى وامر جونج المقاتل الضخم يخلص عليه بدون
بدون رحمة. تاني يوم الصبح المعلم هو كان بيروي النباتات في سعادة، لكنه اتفاجئ بجيانج اللي هجم عليه بدون سابق انذار وحاول يغفله. جيانج اترجى المعلم هو انه يدربه ويعلمه اساليبه الدفاعية، فالمعلم سأله وقال له انت عايز تتعلم الاساليب دي ليه؟ في البداية جيانج حكى حكايته وقال انه يتيم ومش فاكر اي حاجة قبل عمر ال5 سنين، ده غير ان في يوم من الايام في قطاع طرق هاجموه هو والسيدة المسكينة اللي ربته وخلصوا عليها، فجيانج اتعصب وقضى على قائدهم بضربة واحدة، ومن اليوم ده اكتشف قوته المدمرة بالصدفة. اول ما المعلم هو لاحظ ان جيانج عنده اصرار وعزيمة من حديد طلب منه يتبعه في صمت، وبعد فترة قصيرة الاتنين وصلوا لساحة كبيرة موجود بيها فلاحين كتير بيشتغلوا في جد، فالمعلم هو طلب منه يركز ويراقبهم عن قرب، وهنا جيانج اكتشف ان الفلاحين بيستخدموا تقنيات سرية بالكونج فو وعرف انهم اساتذة كبار بالفنون القتالية، ده غير ان في شخص مجهول غفله وافقده الوعي. اول ما جيانج فاق لقى نفسه بمكان سري وما كانش يعرف هو فين، فقرر يتمشى مع نفسه لحد ما دخل غرفة واسعة، بس فجأة جيانج سمع صوت المعلم وهو بيقول له انا هختبر قوتك وعزيمتك ولو نجحت هعلمك اساليب السرية. الاختبار عبارة عن مجموعة مقاتلين حصروا جيانج بمنتصف الغرفة ونزلوا فيه طحن من كل اتجاه، للأسف جيانج ما قدرش يتصدى ليهم، واول ما حس انه هيخسر فقد اعصابه واطلق فن قبضة الموت عشان يدمر اي حد بطريقه. وهنا المعلم هو ظهر ووجه له ضربة ثبتته في مكانه وقال له انت بداخل جسمك قوة شريرة ممكن تأذي الابرياء ومستحيل اعلمك اسراري. بعد كده طرده من المدرسة الخاصة بيه، حتى ليلي اتفاجئت من كلام والدها وحست بالغضب. بعد ما جيانج خرج من المدرسة فضل يتمشى وسط السوق وافتكر ليلي لانه كان معاه نفس المنديل اللي داوى بيه جروحه، وبالصدفة المنديل وقع من ايده، لكنه اول ما رفعه من على الارض ووقف من جديد لاحظ ان كل الناس بالسوق اختفوا في ثواني. وهنا زانج مساعد شومولا ظهر وقال له انا معلم كونج فو قوي وهدربك تحت ايدي لو سمعت كلامي. في البداية جيانج استهزأ بيه لانه عجوز وشكله ضعيف، لكن زانج خطف منديل ليلي من جيبه بسرعة البرق، بعد كده هجم عليه بشراسة ملهاش مثيل وقدر انه يتفادى كل ضرباته لحد ما وقف على كتفه وثبته بمكانه. طبعا جيانج اتفاجئ من قوته وطلب منه يعلمه، وهنا زانج قال له امشي ورايا وانا هوصلك لمقاتل اقوى مني وكل اللي انت عايزه هيتنفذ. للاسف جيانج وقع بالفخ وتتبع زانج لحد ما دخل لمخبأ شومولا وقابله وش الوش، وهنا شومولا قال ان الوقت جه عشان يخلص على جيانج زي ما خلص على والده وقذفه بجرس حديدي عملاق، لكن جيانج اتصداله زي الاسد والاتنين نزلوا طحن في بعض، ده غير انهم كسروا المكان حواليهم بسبب قوتهم الرهيبة. جيانج اتفاجئ من قدرات شومولا الاسطورية وحاول انه يتفادى ضرباته لكن بدون فايدة، وفي النهاية شومولا خنقه وبدأ يسحب قوته ببطء، بس جيانج رفض الاستسلام واستجمع كل الطاقة الموجودة بجسمه لتنفيذ ضربة اخيرة وقدر انه يهرب من شومولا باعجوبة. بعد ما جيانج هرب فضل يزحف وسط الشارع من الألم لحد ما فقد الوعي، واول ما فاق بنعرف ان ليلي انقذته وداوت جروحه الشديدة. في البداية ليلي شكرت جيانج لانه انقذها واعتذرت له على تصرفات المعلم هو، بعد كده عرفته ان والدها ووالدتها ماتوا في الحرب ما بين شومولا وشان كونج، لكن المعلم هو رباها زي بنته مع ابنه الوحيد فونج، فجيانج شكرها على انقاذها ليه، بس فجأة فونج نادى عليها وقال انه عارف انها خلفت اوامر المعلم واحضرت جيانج للمدرسة من اجل علاج جروحه، لكنهم لما كانوا بيتكلموا ليلي لاحظت ان في صمت غريب ومش سامعين صوت لاي حد، فبدأوا يفتشوا المكان بهدوء، وهنا الاتنين اكتشفوا ان جونج المقاتل العملاق خلص على الجميع، واول ما لمحهم هاجمهم بشراسة باستخدام خطافه الحديدي، لكن من حسن الحظ جيانج رجع من جديد عشان ينقذ ليلي، وهنا فونج قال انه هيطلب الدعم باسرع وقت واخد ليلي وراحوا لمكان امن. اما جونج اتعصب بشدة وهجم على جيانج بدون رحمة. في البداية جيانج اتصداله بصعوبة، بس المصيبة ان نينا مقاتلة النينجا هي كمان انضمت للمعركة وكانت هتخلص عليه، بس من حسن الحظ المعلم هو ظهر مع اتباعه ووقف نينا وجونج عند حدهم. بعد كده قال لجيانج يتفرج عليه عشان يتعلم اسراره بالفنون القتالية. المعلم هو سيطر على نينا وجونج بسهولة وقدر انه يخلص عليهم بضربة واحدة بس وبدون اي مشاكل، ده غير ان
انه امر ليلي وفونج وجيانج يهربوا باسرع وقت لان المكان خطر، لكن للاسف الوقت اتاخر وشمولا ظهر مع مساعده زانج. شمولا حس بالغضب لان المعلم هو قتل جونج ونينا وقرر يخلص عليه. اما ليلي وفونج سحبوا جيانج بالعافيه واخرجوه من المكان زي ما المعلم امرهم. وهنا بنعرف ان المعلم هو كان صاحب شان كونج والد جيانج وحارب معاه من 14 سنه. بالفعل هو اتباعه قتلوا شمولا وش الوش، والاربعه استخدموا تقنيات سريه عشان يسيطروا عليه لكنهم فشلوا وكانوا هيخسروا، فاضطروا يظهروا اسلوب الاعصار المدمر وكسروا المدرسه كلها. بس للاسف ضرباتهم ما اثرتش بشمولا وكان هيخلص على المعلم هو، لكن جيانج خالف الاوامر وظهر من جديد وقال انه مستحيل يسيبه هو اتباعه لانهم ساعدوه وقت شدته ويبقوا زي عيلته. فشمولا استهزأ بيه ووجه له ضربات مدمره وقعته على الارض. قبل ما جيانج يفقد الوعي استرجع ذكرياته وافتكر ان شمولا هو اللي قتل والده من 14 سنه، فوقف من جديد وركز طاقته بلكمه قويه جدا هزت شمولا في مكانه. بس شمولا اتصداله بصعوبه وخنقه من رقبته وبدأ يسحب قوته لنفسه، لكن من حسن الحظ ليلي وفونج غفلوا شمولا وانقذوا جيانج منه. اما المعلم هو استخدم فن الجرس الذهبي لحمايه جيانج باي طريقه لانه هو الوحيد اللي يقدر يهزم شمولا. بالفعل هو دافع عن اتباعه ببساله لحد ما هربوا بامان، لكن في النهايه شمولا كسر الجرس الذهبي وخلص عليه بدم بارد. في الوقت ده ليلي وفونج واتباع المعلم اخدوا جيانج المستشفى المدرسه وما كانوش عارفين يعالجوا جروحه ازاي، لكن واحد منهم كان موجود بحرب شمولا ضد شان كونج من 14 سنه وعرف ان طاقه جيانج مركزه في دراعه اليمين، فطلب من ليلي تستخدم خبرتها بالابر الصينيه وتوجه الطاقه من دراعه لبقيه جسمه عشان تنقذ حياته. اما شمولا اخذ عصابه الجناح الاسود واقتحم المكان، لكنه اول ما وصل اتفاجئ ان كل اتباعه فاقدين الوعي. وهنا بنكتشف ان الخطه نجحت وليلي قدرت تعالج جيانج، لكنه اصبح اقوى بكتير لان قوه فن قبضه الموت انتشرت بجسمه كله مش في ايديه وبس. ده غير انه استخدم اسلوب المعلم هو قتالي في طحن شمولا امام الجميع ووجه له ضربه قويه كسرت بيه حيطان المدرسه، وفي النهايه الاتنين وقفوا وش لوش. وهنا شمولا قال لجيانج ان المكان ده هو نفس المكان اللي قتل والده فيه وجه الوقت عشان يدمره تماما، لكنه اتفاجئ من قوه وسرعه جيانج الاسطوريين وما قدرش يسيطر عليه، فاضطر يستخدم اقوى تقنيه قتاليه عنده لانه حاسس باليأس الشديد. وهنا جيانج اظهر الطاقه الكامله لفن قبضه الموت ووجه لشمولا ضربه ملهاش مثيل عملت انفجار كبير بالمكان. جيانج قال نفس الكلام اللي والده قاله زمان، وهو ان الوقت بيتغير والضعيف ممكن يبقى قوي ويرجع ينتقم. اما شمولا ما كانش عارف هو ما قتلهوش ليه، فجيانج قال ان قبضته للدفاع عن الضعفاء مش للقتل. وده كان ملخص الفيلم. اشترك عشان توصلك اقوى الملخصات كل يوم، واشوفكم عما قريب باذن الله.